الكلام ده هينزل فين عشان امي ما تشوفوش بس. الفرصه ما بتجيش كتير، طالما جت يعني لازم اخلص عليها. الندم وازاي نقدر نتعامل معاه نستفاد منه. الندم ده شعور طبيعي بس ممكن يكون خطير جدا لو ما قدرناش نتعامل معاه صح. يلا نبدا. اول حاجه ايه هو تعريف الندم؟ لما نعمل قرار او نتبع سلوك ممكن يكون ليه عواقب مش حلوه. عموما الندم بيجي من الاحساس ان احنا كنا نقدر نعمل حاجه بس ما عملناش، او عملنا واننا كنا نقدر نعمل قرار احسن او نوصل لنتيجه مختلفه لو كنا عارفين اكتر او اخترنا قرار تاني. حبيت اعرف عن تجارب وحكايات الناس عن الندم. يلا بينا. انا ندمان عليه ان انا شفتك. شكرا، اتفضل. ان انا في جروب ايه؟ ان انا اسمي احمد. والله تقسيمة الجروبات في الكلية دي أسوأ حاجة بعد أكل مال اليتيم. انا زمان كنت بدي وقت لعيلتي قليل جدا، يعني ما كنتش بديهم حقهم في وقتهم يعني. ممكن اني بطلت حفظ القرآن في اولى اعدادي، ولو كنت كملت كنت ختمت. لا، حاجات كتير. حاجه يعني ندمان ان انا ما سمعتش، يعني ندمان اللي انا دي اللي هيجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. كنت اقدر اعمل حاجات كتير وسكت، يعني فاهم. كان نفسي اعمل حاجات كتير قوي وعاند في حاجات، بس يعني استسلمت، فاهم. في موقف قبل كده كان واحد صاحبي كان محتاج ساعتها مساعده وكده، وبسبب ان انا ما ساعدتوش اذى ساعتها جامد. بص، هو بصراحه انا في الاول كان في فتره كنت حاسس ان انا ندمان ان انا اتعرفت على اشخاص معينين، بس بعد كده بعد ما قعدت مع نفسي يعني عرفت ان انا لما اتعرفت على الناس ديت اتعلمت حاجات تانية. فبصراحه ما كنتش اتعلمها من غير ما اتعرف عليهم، حتى لو هم اذوني وكده. بس برضه يعني اي حاجه بتحصل في الحياه الواحد بيتعلم منها، فهي حاجه كويسه ليه، وعمره كان هيوصل اللي هو فيه دوت من غير الحاجات ديت. اللي انا في مره كان عندي بطوله وكان ممكن اخد المركز الاول، بس انا سبت الماتش يعدي كده لحد ما خدت المركز الثاني، فندمان يعني لما الفرصه ما بتجيش كتير، طالما جت يعني لازم اخلص عليها. ان انا فترة الكورونا ضيعت وقت كبير قوي في ولا شيء. يا لهوي، ان انا تانية بس ده الكلام ده هينزل فين عشان امي ما تشوفوش بس. انا لسه عندي ان شاء الله. انا في تانية ثانوي ما كنتش بحضر دروس خالص، وباخد فلوس الدروس كلها بكت بيها، بشرب بيها سجاير بقى وبنقعد نلعب في البلاي ستيشن واعزم صحابي. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت وبتاع. والله العظيم راجل جدع والله. تانية ثانوي انا كنت مقضيها خالص بقى، ما كانش فيه. اكتر حاجه ندمانه عليها اللي انا مش بحب انمي قوي مهاراتي، فنفسي قوي يعني. مش ندمان، ايه ده ندمانه دي؟ ايه ده؟ حاجه وحشه صح؟ مش عارفه والله العظيم. ما ندمتش ان انا ما حسنتش الانجليش بتاعي. كمل. ايوه، ان انا ما حسنتش الانجليش بتاعي، يعني هي دي اكتر حاجه ندمان عليها. انا كبرت خلاص يعني، فالمفروض الانجليش ده وانا في تجاره انجليزي اساسا، فمش عارف اتعامل يعني. اكتر حاجه ندمان عليها ما ذاكرتش شويه في ثانويه عامه وما دخلتش الكليه اللي انا كنت عايزها اللي هي BIS. بس رغم كده انا برضه بحب الكليه حقوق، بحبها فشخ، بس فاهم كنت حاطط التارجت في دماغي اللي هو BIS ان انا اخشها. ان انا حاولتش زايد. خليك في السواقه فلاحين. انت ندمان عليك مش هقولها طبعا. تاني اكتر حاجه انت ندمان عليها؟ ما هي مفيش غير حاجه واحده اقول. حاجه انت ندمان عليها؟ مفيش اعتقد. حاجه ممكن تتقال؟ مفيش، لا. حاجه انت ندمان عليها؟ ان انا قضيت وقت كتير جدا في الندم. كتير يعني كتير. اكتر حاجه انت ندمان عليها؟ اتمرقعت في ثالثه ثانوي. اكتر حاجه ندمان عليها ممكن اكون ندمان ان انا دخلت الكليه دي، عشان حاسس ان انا يعني كان قدامي فرص تانية احسن ومستقبل اكبر وانا ما اخترتوش. بس طبعا يعني كل حاجه اسم ونصيب، الحمد لله. لا، ما فيش حاجه ندمان عليها الحمد لله. بايد ربنا بيبقى كاتبها، فمفيش حاجه كبيره ان انا اندم عليها يعني، فاهم. ممكن اندم ان انا مثلا ما حضرتش محاضره، حاجه كده تافهه، لكن حاجه بجد كده لا، ما فيش حاجه اعتقد. ندمان عليها مفيش حاجه بصراحه ندمان عليها، عادي يعني. حتى لو في حاجه غلط عادي بمشي الدنيا. بص، هو انا ما بحبش كلمه يعني ندمان دي بصراحه. ما بحبش كلمه ندمان، فاهم. ممكن تبقى حاجه ممكن اتعلمتها ريسك حصل فالنتيجه بتاعته اتعلمت منها، لكن مش ندمان عليها، فاهم يعني. ما اظنش ندمان على حاجه.
ايه الاسباب اللي بتؤدي للندم؟ التوقعات الغير الواقعيه، اللي احنا بنتوقع بحاجات فوق طاقتنا ومش ممكنه، فده ممكن يؤدي للندم. تاني حاجه عدم الثقه بالنفس، عدم الثقه بقدراتنا ممكن يخلينا نقلل من نفسنا ويزيد فرصه ان احنا نحس بالندم. تالت حاجه المقارنه، انك لما تقارن نفسك بشخص تاني يخليك تندم على القرارات انت خدتها، ان ازاي الشخص التاني احسن مني وانا ليه ما عملتش كده وكده وهكذا. يعني ازاي نتعامل معاه؟ انك ببساطه تتقبل الندم. الندم شعور طبيعي، اي حد ان شاء الله مين بيجيله الاحساس ده، كانسان طبيعي تحس بالندم، بس اهم حاجه انك ما تخليش الندم ده يستمر لفتره طويله، وتتعلم من القرار اللي انت خدته ده، تتعلم من الغلط. تستخدم الندم ده انك تطور من نفسك، انك تحسن من نفسك، انك تقرر ان الحاجه اللي انت عملتها غلط دي ما يحصلش تاني. تالت حاجه اتكلم عن المشكله مع حد انت تثق فيه، فضفض مع حد، مع صديقك، مع حد من اهلك. هتريح نفسك بنسبه كبيره جدا لما تقول مشكلتك او احساسك لحد تاني طب بتثق فيه او بتحبه. قدم اعتذار، او لو انت ندمان مثلا عشان انت اذيت حد او مثلا زعلت حد، روح اعتذر له. لو هو الشخص ده بيحبك بجد هو هيقبل اعتذارك. تبقى اول خطوه انك تتصالح مع الشخص اللي انت ضايقته، وده هيريحك اكتر. لازم تركز في الحاضر، ركز في الموجود دلوقتي. ايه اللي حصل وانتهى. دلوقتي لازم تركز في الحاجه اللي انت تقدر تعملها، بدل ما تقعد تتاسف وتزعل في الحاجات اللي حصلت زمان اللي مش هينفع تتغير. لازم تفقفق كده وتشوف اللي تحت ايدك تعمله. انت تقدر تخلي الندم حاجه ايجابيه. ازاي؟ تخلي الندم ده يخليك يحمسك انك تحسن من نفسك، تحسن من طريقه تفكيرك، تحسن من طريقه تواصلك مع الناس. اكيد ساعات بتشوف الافلام لما الواحد يقعد في مشكله كبيره او في ندم يروح نازل الجيم بقى ويشتغل بقى على نفسه ويبني فورمه بقى وبتاع، عشان هو بيستغل الندم بتاعه في انه يحقق هدف من اهدافه. انا عايز افكركم بس ان الندم ده جزء طبيعي من حياه اي انسان في الدنيا. التعامل معاه صح ممكن يساعدنا ان احنا نبني نفسنا، نتطور ونتعلم. طبعا ان احنا نتوب لربنا ونستغفر عشان نعرف نحقق لنفسنا راحه داخليه، نبقى افضل واحسن. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اعمل لايك، شير، سبسكرايب، سيب لي كومنت، قول لي رايك عن الفيديو، قولوا لي حابين ايه تشوفوا الفيديوهات الجايه. بس كده، سلام.